هذا هو النوع رقم 16 واكيد الاخير اللي راح نشاركه معكم في حلويات عيد 2026. صابلي لي فخاز بواحد الكريمه تاع الزبده ما تجيش خلاص تقهم، والشكل تاعو بزاف كيوت. شوفوا معايا، عندكم 125 غرام مارغرين طريه مع نص كاس سكر غلاس، حبه بيض، ونكهه الفراوله مع رشه ملح، وزيدوا لافاني، وزيدوا عليهم ثاني 2 مغارف كبار زيتوا، حركوا كلش بالباتور حتى يتجانس الخليط، ومن بعد اجمعوه بالفرينه مع مغرف كبيره نشا ورشه صغيره خميره الحلويات، واجمعوا العجين بلا ما تعجنوه. وهذه المقادير يخرجوا لكم شويه 30 ولا 25 حبه. راح نفتحها بين دو بابي كويسون على سمك متوسط، نطبعها ونحطها طيب على 180 درجه، ونجي ندير كريمه الزبده. راح نطلع 125 غرام مارغرين طريه مع 2 مغارف كبار سكر غلاس وزوج من لا شانتيي منكه الفراوله ولافاني، ونزيد عليه مغرف كبيره من لا كونفيتور تاع الفخاز تاع ازدهار. هذا المعجون بزاف بنين، وعندهم ثاني تاع المشماش اللي كنت خدمت نفس الكريمه بصح بذوق المشماش. ونخلي ثاني شويه من المعجون باش نعمر به في وسط الصابلي. شوفوا لي هنا كيفاش طاب محمر هايل. راح نخليه يبرد قبل ما نحط الكريمه باش ما تذوبش، ونحط عليهم الكريمه كاين اللي درتهم بالفخاز وكاين درتهم بالمشماش. تاع معجون المشماش تجي فيه محموضيه بزاف بنينه. وهكا راح نقفل كل حبه مع خوتها، نحي الزيت بصبعي ونذوب 200 غرام شوكولا بلون، نديرها شويه ورد شويه زيت باش نكراسي بها الجاتو تاعي. وبعد ما يبرد زينو كيما تحبوا. انا حطيت مبروك مع شويه ورد شوش، وبالمناسبه ورد شوش راهو يتكل نورمال وحطيته في الكيسات. وهكا كنت كملت جا بزاف بنين، لازم تجربوه. وهذا ما كان.